احنا معانا يعني لان في خبر اتقال ان المباراه هتؤجل، وده كلام مش مظبوط. المباراه هتتلعب في ميعادها، مباراه السوبر. ومعانا الحاج عامر حسين القائم باعمال المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكره القدم. مساء الخير يا حاج عامر. مساء الخير يا كابتن مجدي. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله تمام. حاج عامر، مش عارف ابتدي منين معاك في الحقيقه. يعني الاول قول لنا، طبعا خبر تاجيل المباراه او الغائها ده خبر مش صحيح. هو للاسف يا كابتن مجدي الفتره اللي فاتت في المواقع كلها طلعت تصريحات، واحد بس موقع ممكن يطلع تصريح على لساني وبعدين انتشر في المواقع كلها، فما ينفعش ان ارد على المواقع كلها الحقيقه. بقعد كل يوم هكذب خبر واثنين، عايزين الناس ما حدش يشتغل خالص عشان يبقى قابل لهم. طبعا الكلام ده ما حصلش خالص. كان في اجتماع مع وزير الداخليه ووزير الرياضه في وزاره الداخليه، وفي تاكيد على اقامه مباراه السوبر في ميعادها والدوري في ميعاده. طيب ما اعرفش يعني انت قريت البيان، انطباعك ايه على البيان اللي طلع من التراس اهلاوي بيعترف بيه ان هو اللي ارتكب، وانه يعني حاجات بيقول حاجات برضو ان احنا اقتحمنا عشان نوصل رساله مش عشان نخرب ولا عشان ندمر، وان كان ما حدث حصل تكسير وحصل تخريب وحصل سرقه كؤوس ومختلف تماما مع البيان. معرفش رايك ايه يا حاج عامر، او انت شايف ايه وانت كنت احد الناس اللي موجودين في اتحاد الكوره بالامس؟ والله احنا بدل يعني ده احنا بننصح الشباب وبنقول للناس كلها ان احنا بنخلي كل واحد بيشوف شغله، فبالتالي الواقعه بتاعت امبارح انا مش عايز اتكلم فيها خالص كابتن مجدي، لان طبعا ده دور الشرطه ويعرفوا مين الفاعل الحقيقي ويشوفوا اللي عمل كده، لان ما اقدرش اقول ان ده جمهور الاهلي او انا حظلم جمهور الاهلي، ما اقدرش اقول ان الحاج عامر. اتفضل كمل يا حاج عامر. ايوه يا كابتن مجدي اتفضل. فانا بفضل حضرتك ان انا اتكلم في الحاجه اللي تخصني، اللي هي مواعيد المباريات اللي هتتلعب، فنخلي الموضوع دوت للنيابه، لان النيابه هي المسؤوله. طيب الدوري هيقام في ميعاده يا حاج عامر؟ ان شاء الله المباراه في ميعادها والدوري في ميعاده ان شاء الله. على كم ملعب يا حاج عامر؟ والله هو كمبدا عام يا كابتن مجدي احنا قلنا الانديه تلعب على ملاعبها، اما مبارياتهم مع الانديه الجماهيريه هي الاهلي الزمالك الاسماعيلي الاتحاد المحله، فدول بيلعبوا في الملاعب اللي احنا حددناها. يعني ادي مثال عشان يبقى واضح، اللي طبعا الجدول هياخد 4-5 ايام عقبال ما اسكن على الملاعب، الموضوع هيبقى صعب شويه المره دي. يعني نقول مثال ان الام بيلعب الشرطه يلعب في بترو سبورت عادي، الشرطه مع الداخليه يلعبوا في الشرطه. اما مباراتهم مع 5 انديه دولت فما بيلعبوش في الملاعب اللي هي مش مؤمنه تماما او هي الملاعب الصغيره، فبيتنقلوا على ملاعب من الملاعب اللي احنا حددناها زي الدفاع الجوي زي الحربيه زي الانتاج الحربي. فدي الملاعب اللي هي تلعب عليها. ملعب الدفاع الجوي ده، ملعب الدفاع الجوي ده اول مره نسمع عنه، ده فين؟ ده في التجمع، ملعب تحفه الحقيقه، يعني لو ما يزيدش عن برج العرب، هو قريب من برج العرب. ملعب جميل جدا في كل الامكانيات متوفر فيه، الارضيه جميله جدا. فدوت هنستخدمه ان شاء الله لانه ملعب جاهز، وحتى مدرجات بتاخد 32,000 متفرغ، طبعا مش هنحتاجهم دلوقتي. ملعب فيه كل الامكانيات الحقيقه، فده هيبقى محطوط من ضمن الملاعب زي ملعب الجيش في السويس. برج العرب فيه 3 ملاعب، الملعب الرئيسي وملعبين فرعيين هنستخدمهم ان شاء الله. ان شاء الله نحط الجدول بالملاعب. طيب في التماس قدمه احمد رؤوف تم رفضه او قبوله، او هيلعب مش هيلعب؟ للاسف يا كابتن مجدي انا بزعل لما يعني نادي وفي الخبرات دي كلها يقول عشان الدوري اتلغى ف ما يتوقفش. حضرتك عارف ان اي واحد بينهي اي مسابقه او اي موسم ما دام بتحدد له عقوبه لازم ينفذ العقوبه ما تسقطش. زي حسام غالي. انما اللي بيسقط هو الانذار او الانذارين او 3، ال3 انذارات ما بيوقفوش، انما الانذار الرابع معناه انه لازم يتوقف مباراه، فالعقوبه شخصيه فبتفضل معاه حتى لو راح نادي تاني غير انبي يفضل موقوف برضه مع النادي الجديد اللي هو رايحه. تمام. يعني هم قدموا طبعا الالتماس، مش يعني متوقعين ان كان من الجائز ان انتوا توافقوا على انه يلعب.
انا ما اعرفش هم عايزين يتاكدوا موقوف ولا لا، او عايزين كالتماس. الالتماس طبعا عشان اعمل التماس لنادي انبي لازم اعمل عفو عن كل اللاعبين المعاقبين في وقت احنا بنطالب فيه ان احنا نشدد العقوبات على المخالفين عشان الدنيا تمشي ان شاء الله. طيب حاج عامر احنا بنشكرك. شكرا يا حضرتك. عزمي استنى عشان في موضوع بيتكلموا في عزمي. هل ما زال عزمي مجاهد المتحدث الرسمي في اتحاد الكرة ولا تم تغييره؟ لا، ما عشان كده انا بتكلم مع حضرتك، انا ما كنتش بطلع خالص. فانا المتحدث الرسمي الفتره اللي جايه دي ان شاء الله. يعني انت من النهارده المتحدث الرسمي ان شاء الله. استاذ عامر حسين او الحاج عامر حسين كما يحب ان يطلق عليه، بنشكرك شكر جزيل على هذه المداخله.